الاتراك عنصريين، الاتراك وحشين قوي ضد العرب، ده بيعاملوا العرب وحش. فين ده؟ كانتش 80% من رحلتي بسبب، هي كانت حلوه بسبب لطافه الناس معايا. اغلب الصور اللي انا واخداها في الرحله دي بنات اتراك، انا استاذنتهم، مفيش واحده فيهم احرجتني وقالت لي لا. انا عايزه اقول لكم ان في صوره من الصور في بنت كانت بتعمل المستحيل عشان تاخد لي صور حلوه، كانت بتنزل في الارض وكانت بتطلع على رصيف ومش عارفه ايه عشان تاخد لي صوره من زوايا حلوه. في اماكن خدت فيها اكل بزياده زي ميديا جي احمد، هو المفروض بتطلبي الوجبه بالعدد، الناس كانت بتحط لي الاكل بزياده. دلوقتي بعد الغلاء الشاي كانوا الاول بيدوا للناس شاي ببلاش في كل حته. رحت واحد من اشهر الاماكن بومبا جي فاتح ده، الناس عزموني على الشاي ببلاش رغم ان هو ليه سعر ورغم ان هم ما بيوزعوش ببلاش هناك. غير بقى الشرطه بتاعت البلد نفسها اللي هي في كل حته، اللي هي بتساعد. انا عايزه اقول لكم لدرجه ان انا في حته انا تهت فيها كده، تهت بقى، جبت اخر التوهه. سالت حد طلع المأمور او المسؤول عن المنطقه كلها بنفسه من عربيه ونزل معايا لغايه تحت الكوبري عشان يوريني مش منين. بيعرفوا انا منين، بيعرفوا ان انا عربيه. عمري ما قلت لحد انا عربيه لقيته بص لي نظره استحقار او عنصريه، عمرها ما حصلت. وده ملوش علاقه ان انا بتكلم تركي. ناس مش لطيفه ده في كل حته، ده اللي انا محتاجه اقوله لكم، ده في كل حته. ناس مكشره ده في كل حته، في ناس قليله الذوق ده في كل حته في العالم. انتوا الفتره اللي فاتت تختزلوا بلد كامله وتتكلموا تاخدوا كلهم عنصريين وكلهم وحشين. لا ده ما حصلش. في ناس كشريه في ناس عنصريه وده في كل حته.